بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، في حلقه الكل بينتظرها، كل المتابعين لكره القدم في كل مكان بينتظروها، بطوله دوري ابطال اوروبا. النهارده معانا مباراه مهمه جدا جدا لكل المشجعين ولكل المتابعين، منتظرين يا ترى مين اللي هينتصر فيها. مباراه ساخنه ومواجهه ناريه وممتعه جدا، مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي الانجليزي، قطبين مهمين جدا، ريال مدريد في اسبانيا، مانشستر سيتي في انجلترا. على كل وسائل التواصل الاجتماعي الكل بيتكلم يا ترى مين اللي هينتصر، ريال مدريد او مانشستر سيتي، يا ترى المباراه هيكون شكلها عامل ازاي، يا ترى جوارديولا هيقدر ان هو ينتصر على انشيلوتي الثعلب الايطالي، او الفهد الاسباني بيب جوارديولا هيقدر ان هو ينقض على انشيلوتي. طبعا مباراه قويه جدا، مباراه هتكون ممتعه، لكن تعالوا مع بعض الاول نتابع بعض الاحصائيات وهقول لحضراتكم مسار المباراه دي وايه هم السيناريوهين اللي المباراه مش هتخرج من خلالهم. ريال مدريد فاز في 6 مباريات في دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا، ما تعادلش في ولا لقاء وما خسرش ولا مباراه. مانشستر سيتي ايضا فاز في ال6 لقاءات وما خسرش ولا مباراه. احرز ريال مدريد 16 هدف واستقبل 7 اهداف، فريق مانشستر سيتي احرز 18 هدف واستقبل 7 اهداف. ريال مدريد في دور ال 16 فاز على لايبزيج 1-0 وتعادل 1-1 في مجموع المباراتين. مانشستر سيتي في مباراه كوبنهاجن فاز 3-1 ذهابا و3-1 ايابا. الفرقتين بالنسبه للاحصائيات قريبين من بعض والفرقتين قويين جدا، عشان كده بنقول مباراه مش هتكون سهله على الفرقتين. ولكن تعالوا مع بعض نشوف ايه هي السيناريوهات اللي ممكن تخرج من خلالها المباراه. هم سيناريوهين، مفيش سيناريو تاني. السيناريو الاول، ويمكن انا بقول ان ده اللي هيكون السيناريو الاقرب، ومهم جدا حضراتكم تركزوا معايا في السيناريو اللي احنا هنتكلم فيه. لما بنتكلم عن مباراه مانشستر سيتي وريال مدريد، لو عايزين يعرف مين اللي هيكون اقرب للانتصار، مهم جدا نعرف نقاط الضعف ونقاط القوه في كل فريق. نادي ريال مدريد بيتميز ان هو عنده خط وسط متميز جدا، لعيبه سنها صغير، لعيبه عندها امكانيات فنيه عاليه جدا، عندهم القدره ان هم يعملوا الاختراقات وبيصوبوا من الخارج، وعندهم مهارات فرديه عاليه. فبالتالي هنا جوده اللعيبه عاليه جدا في ان انت تقدر تستخدمها بشكل جيد جدا امام فريق زي نادي مانشستر سيتي. تعالوا مع بعض نتعرف الاول على اسلوب فريق نادي مانشستر سيتي. جوارديولا بيلعب برودري ديفندر وخط وسط مدافع وحيد، وبيطير برناردو سيلفا واللاعب دي بروين هالاند، وبيبقى معاهم جريليش وفودين او دوكو على حسب مين اللي هيلعب. فبالتالي لو جوارديولا لعب بالطريقه دي زي قبل كده لما انتصر على فريق نادي ريال مدريد، اعتقد السيناريو ده هيكون جحيم على فريق نادي مانشستر سيتي وعلى جماهيره. وهقول لحضراتكم ليه. السنه دي الامور هتكون مختلفه، لان نادي ريال مدريد عنده خط وسط ملعب قوي جدا، هيلعب ب3 في منطقه وسط الملعب، شاوميني واللاعب فالفيردي واللاعب كامافينجا، وبيلعب من قدامهم بيلينجهام، لاعب متميز جدا ولاعب مهاري، وبيقدر ان هو يقود الفريق من منطقه وسط الملعب في الثلث الامامي بشكل جيد جدا من خلال تمريراته الحاسمه ومن خلال تصويباته من الخارج. بالتالي هنا الامور هتكون صعبه جدا، ونضيف على كده السرعات اللي موجوده في الثلث الاخير، اللاعب رودريجو وايضا اللاعب فينيسيوس جونيور. فبالتالي الامور هتكون صعبه جدا 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 على فريق نادي مانشستر سيتي لو لعبنا بالسيناريو ده. عشان اقرب الصوره مع حضراتكم، ليه فريق نادي مانشستر سيتي تعادل مع فريق نادي ارسنال وما قدرش ان هو ينتصر عليه؟ بسبب الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها. فريق نادي ارسنال نزل دفع باسلوب دفاعي متقدم من منطقه وسط الملعب، عمل زياده عدديه في منطقه وسط الملعب. فبالتالي هنا كان فريق نادي مانشستر سيتي عنده مشكله في التحضير، فما قدرش ان هو يعمل الاختراقات بشكل جيد على فريق نادي ارسنال لفترات طويله، فبالتالي قلل هنا من قوته الهجوميه المدير الفني ارتيتا. هنا فريق نادي ريال مدريد الامور مختلفه عن قبل كده. قبل كده كان مودريتش بيلعب، وكان واضح ان هو كان نقطه ضعف واضحه في الاسلوب اللي كان بيلعب بيه انشيلوتي. انشيلوتي هيلعب الموسم ده برده بنفس الاسلوب، لان هو ما عندوش راس حربه، فبالتالي بيعتمد على سرعات في الثلث الاخير رودريجو واللاعب فينيسيوس جونيور، وبيعتمد ان هو يستحوذ على كره في منطقه وسط الملعب، او انه بيدافع وبعد كده بينطلق بالكره من الخلف الامام بشكل سريع جدا من خلال الاطراف او من خلال العمق، من خلال لعيبه متميزه جدا. هنا الامور هتكون خطر وصعبه جدا على فريق مانشستر سيتي في حال لما فريق نادي ريال مدريد بيستحوذ على الكره، وهتكون خطر ايضا في حال لما فريق نادي مانشستر سيتي بيهاجم وفريق نادي ريال مدريد بيلعب على الهجمات المرتده. ده سيناريو هيكون جحيم جدا على نادي مانشستر سيتي وعلى بيب جوارديولا. يمكن انا بقول ده السيناريو الاقرب ان هو اللي هيحصل، لانه يعني جوارديولا طبيعي جدا هو ده اسلوب اللعب اللي بيلعب بيه. السيناريو الثاني اللي ممكن جوارديولا من خلاله انه يحقق الانتصار، مهم جدا ان جوارديولا لا ما نزلش ان انا بهاجم بالشكل الكبير وبالشكل العنيف امام فريق نادي ريال مدريد، لان الامور المره دي مختلفه. مهم جدا انه يلعب ب2 ديفندر، ما يلعبش بواحد ديفندر، 2 لاعيبه وسط ملعب يكونوا اقوياء ويكونوا متميزين جدا، ويحاول ان هو يتحكم في رتم وايقاع المباراه وما يهاجمش ريال مدريد على فترات كبيره، ويحاول ان هو يهدي رتم وايقاع المباراه ويهاجم على فترات. فكره انك انت تعمل ضغط عالي على ريال مدريد لفترات طويله، اعتقد المره دي ريال مدريد عنده الادوات اللي يقدر يدافع بيها ويقدر يعمل هجمات مرتده، فبالتالي الامور هتكون صعبه جدا على فريق نادي مانشستر سيتي. هو ده السيناريو اللي شويه هيرجح او هيخلي الكفه متعادله ما بينه وما بين ريال مدريد. ويمكن انا اعتقد ان الامور صعبه جدا ان يديرها جوارديولا بالشكل ده، ولكن خلينا نقول ان ده سيناريو مطروح. ولكن في النهايه مباراه هتكون ممتعه جدا، وهتكون مباراه من المباريات الجميله جدا.